قناة كل الناس. نبدأ الفيديو، يا ريت اللي أول مرة يشوفنا يشرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو لو عجبكم. المسرحية أحداثها بتدور حول سجين اسمه أدهم، بيقوم بدوره الفنان عادل إمام، وبيعقد صفقة داخل السجن مع رجل أعمال اسمه سعد، وده اللي بيقوم بدوره الفنان الراحل عزت أبو عوف، وكان دخوله السجن بسبب اتهامه بسرقة 700 مليون جنيه، وبيتفقوا مع بعض على صفقة وهم داخل السجن، إن أدهم اللي هو عادل إمام هيشتغل حارس شخصي لزوجة سعد اللي هي شيرين سيف النصر، وبعد كده بقت رغدة، ومن هنا جه اسم المسرحية بودي جارد. وزوجة رجل الأعمال ده اللي هو سعد هتقع في حب أدهم، وبعد فترة بيكتشف سعد خيانة زوجته، فبيحاول يلفق تهمة لأدهم ويهرب بالفلوس اللي سرقها. وبتستمر أحداث المسرحية لحد ما يتقبض على رجل الأعمال سعد للمرة الثانية، وبيكون اللي ورا القبض عليه هو أدهم البودي جارد أو الحارس الشخصي.